من بوش لترامب يا قلبي لا تحزن، ما تستغربوش للعنوان. هقول ليه. لأنه ثبت بالفعل أن القضايا العربية بتتأثر بشدة بتضارب المواقف وفقا لمزاج ووضعية وظروف ساكن البيت الأبيض، وبالذات لو انخدع الشعب الأمريكي بأساليب تسويق المرشحين واختار الشخص غير المناسب للمنصب الكبير كزعيم للعالم. لأن الواقع بيقول أنه ما بقاش رئيسهم لوحدهم، ده بقى ولا رئيس القطب الأوحد، لأنه بالمنطق ده أصبح يعتبر رئيس العالم ومحرك مقدرات ومصائر كتير من الشعوب، بل كل الشعوب. أنا كنت في الأول بظن أني أنا وحدي من اللي شايفة من البداية أن اللي بيحكم العالم الآن شخص مغرم بذاته ومغرور بنفسه إلى حد الهوس، ومريض نفسي لدرجة تصل به إلى حد الجنون. لكن الحقيقة شايفة كل الصفات دي لا تؤهله لهذا المنصب الرفيع، وبالفعل ثبت للجميع بعد عدة أشهر من حكمه أنه ليس أهلا لأن نخضع له وأن نسلمه قيادنا ومصيرنا. ده اللي خلاني أرجع بالذاكرة لأيام كنت بصوغ فيها كتابي المسمى صورة الرئيس، اللي خصصت فيه فصل كامل لصورة الرئيس في الغرب الأوروبي والأمريكي. وكان اهتمامي ساعتها منصب على دراسة عمليات الدعاية الانتخابية في أمريكا بالذات، وأساليب رسم صور المرشحين وألعاب برامج العلاقات العامة اللي بتيجي أحيانا بتجيب شخص غير مناسب بالمرة، بل لعله أسوأ المرشحين على الإطلاق. وبتعجب أكتر إن الشعب الأمريكي بكل وعيه الانتخابي وثقافته السياسية ودرجة تعليمه ممكن يسيء الاختيار تمام زينا لما اخترنا محمد مرسي من بين 13 مرشح يفضلوه بكثير، كنتيجة لأننا أول مرة لينا في ممارسة الديمقراطية واختيار رئيس من بين بدائل متعددة. الحقيقة ترامب رجع لذاكرتي صور ونماذج لرؤساء أمريكا على اختلافهم، وبرز أمامي نماذج كتيرة كان أبرزها بوش الابن جورج دبليو بوش، اللي بتتشابه ظروف أيامه مع ما نعيشه الآن مع دونالد ترامب، الرجل البرتقالي الذي يسعر خده للناس على الدوام ويطفح فمه بالتهديد ليل نهار، وهو بيهدد بإفناء حضارة عريقة وإبادة شعب سيد على أرضه. ليه؟ وبأمارة إيه؟ وألف سؤال استنكار يطرح نفسه حول ما يقوله ولا يحاسبه عليه أحد، بعكس ما كان يحدث سلفا مع رؤساء سابقين حيال حفوات لسان الرؤساء كانوا بيجبروهم على الاعتذار أو التصحيح. الحقيقة لعل أبرز أنواع ألاعيب الخاصة بصناعة صورة المرشحين اللي بيقعوا في حجرنا بعد كده ويبقوا رؤساء علينا هو فكرة اللعب بالكلمات في خطب الرؤساء، خاصة في أمريكا. من قبل ما يتولى السلطة الرئيس تبتدي الخطب السياسية اللي بيلقوها في المناسبات العالمية، واللي بالذات اللي يهمنا فيها الجانب المتصل بالسياسة الخارجية، ينتهزوا في أي فرصة ويبتدوا يتكلموا عن العدل المطلق للجميع، وعن الالتزام بالقيم الإنسانية والمثل العليا، وأحلام الحياة الجميلة الرغدة لكل شعوب العالم. ده غير الحديث عن المساواة وحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية والحرية إلى آخر بقى منظومة القيم اللي احنا زهقنا منها. الحقيقة إنه اللي بيصيغوا الخطب دي بشكل فيه عذوبة فنية بديعة وفي أنبل الأفكار، والحقيقة بيدوا انطباع بأن قائلها رجل مبادئ وبيخفي مآربه الحقيقية اللي ممكن تبقى متناقضة أو أكيد بتبقى متناقضة تماما مع كل اللي هو بيقوله. والحقيقة يجب أن احنا نعترف النهاردة أنه ما أشبه اليوم بالبارحة. الخطاب اللي ألقاه دبليو بوش في لقاء شرم الشيخ اللي عقد بينه وبين عدد محدود من رؤساء العرب، مبارك وملك الأردن أو ملوك الأردن والبحرين وولي عهد السعودية، ده كان يوم 3/6/2003. قبل ما يغسل إيديه من دم العراقيين قعد يتكلم عن السلام والعدل والديمقراطية اللي هتسود الشرق الأوسط والحياة الوردية اللي بتنتظر شعوب المنطقة. ما هو ده نفسه اللي حصل من ترامب لما بعد لسه دم
شهداء غزة وأطفالها ما نشفش من إيده، وجه شرم الشيخ برضه والتقى بمجموعة أخرى من الرؤساء وقعد يتكلم في أمور مشابهة عن السلام والكلام. هنلاحظ يعني إن الحقيقة بوش الابن ده لما كان بيسعى إنه يحسن صورته كرئيس، لقيناه بيكذب على شعبه بادعاء وجود أسلحة دمار شامل في العراق. وده بالظبط اللي عمله ترامب لما بيحاول يقنع العالم بأن إيران عندها مخزون كافي لصناعة قنبلة نووية وإنها خطر وما إلى ذلك. وزي ما بوش كذب على جيشه بإيهامه أن المعركة في العراق ستكون أقرب إلى نزهة قصيرة، فعلها أيضا ترامب لما توهم أنه هيدخل الحرب قصيرة ولن تكلفه الكثير. وزي ما جورج دبليو بوش كذب لما وعد وأوهم العراقيين بأن العراقيين بأنهم يعني أوهم جيشه بأن العراقيين هيرحبوا بيه وهيقابلوه بالورود، بالضبط نفس الوهم اللي روجه ترامب لما قال إن الإيرانيين هينقلبوا على حكامهم بوحي منه. وكذب بوش كمان على المؤسسات الرسمية بتقديرات غير دقيقة لتكلفة الحرب، ما لبث أن طالبهم بعدها بزيادتها، وده نفس اللي حصل من ترامب. الحقيقة لا نكاد ننسى الهفوة اللي جت على لسان بوش الابن في وصفه لحملته لمكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 من سبتمبر سنة 2001 بأنها حملة صليب، وصفها بأنها حملة صليبية. ولما تركت هذه العبارة أثر سيء لدى المسلمين، انتبه فريق العلاقات العامة المسؤول عن صورته في العالم إلى فداحة هذا الخطأ، واعتبروها زلة لسان لكن لا يمكن تمريرها، وأنه لازم يعتذر عنها، فاعتذر عنها في خطاب للمسلمين في المركز الإسلامي. الحقيقة ترامب غلط في حقنا كتير، ومحدش قال له أنت بتعمل إيه ولا حد صلح له. وزي ما بوش حاول انه يعني يقنع بانه او يوهم الناخبين بانه بصدد اعاده صياغه الحزب واظهار حزب الجمهوري وبانه اظهاره بمظهر الوسطيه، نجح فعلا في ايهام بانه هيغير الدنيا وهيغير الصوره. برضو بوش ترامب هنلاقيه بنفس المنطق بيقول انه هو من خلال ما جاء هيغير وجه امريكا ويرجعها عظيمه زي ما كانت، وحاجات من هذا القبيل. نفس مداخل بوش كانت مداخل ترامب على شعبه وعلى الشعوب الاخرى. الفرق بين في التعامل بس مع الرئيسين انه لا أحد يجرؤ على أنه يواجه ترامب بأخطائه وهفواته وما أكثرها، رغم أن ثقافة الاعتذار دي مسألة معروفة في أمريكا ومتكررة، وأشهرها اعتذار كلينتون مثلا العلني والفاضح عن مسائل شخصية مخزية إبان فضيحته مع مونيكا ليونسكي. وهي تشبه إلى حد كبير ما يحاولون إخفاء الآن من فضائح على علاقة ترامب بجيفري إبستين وجزيرته، وعلاقة زوجة ترامب بأنه بإبستين وإنه هو اللي عرفه عليها. هنرجع بعد كده نعود لمسألة الاختيار السيء وإزاي بتقع تبعاته علينا جميعا، وإن أمريكا بيعد رئيسها عمدة الكرة الأرضية ومش مجرد رئيس ليهم. هنلاقي إنه الرئيس جورج دبليو بوش لم يكن أفضل حينما اختاروه، وكان الحقيقة المتعاملين معاه في هذه الحقبة متأكدين، وعلى شبكة الإنترنت كان في ناس إنه ليس الأفضل، وشبكة الإنترنت كان بيسموه بوش ذا ستيوبid، ووالدته قالت إنه أغبى أبنائها. وفي مظاهرات طلعت وصفته بأنه رأس فارغ يسكن البيت الأبيض، ومشوا باللافتات دي كانت مظاهرات للاعتراض على ضرب العراق، ومع ذلك كل ما أرادوه حدث. جورج بوش كان بيتصرف وكأنه كسب الانتخابات قبل ما يكسبها، وده اللي عمله ترامب في إعلانه عن انتصارات وهمية، وما زال يعلنه عن انتصارات وهمية على إيران، وعن وجود اتفاقات ووجود مفاوضات وهي لم تحدث، ولا يخجل في أنه يعيد ويزيد في نفس الأمر. لكن هو أسلوب حرب نفسية استخدمه بوش أثناء ضرب العراق في مارس 2003 لما كانوا بيعلنوا عن الانتصارات قبل ما يحققوها، وده اللي بيعمله برضو ترامب دلوقتي.